السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي سعادة وفي احسن حال. بحبكم في الله، بشكركم جدا من داخل مصر ومن خارج مصر. اهلا وسهلا بكل حبايبي. ووجودكم في قناتي وفي حياتي طبعا ده شرف ليا وتاج على راسي من فوق. حبايبنا الله يديمكم نعمة في حياتنا منورين يا رب. منورين يعني منورين حياتنا. منورين حياتنا بجد والله. ربنا طبعا يخليكم لينا يا بقى رب ويسعدكم. قلنا نشرب الشاي معاكم احنا لسه متغديين. متغديين ومحضرين لكم مفاجأة حلوة كده. رايحة فين يا سوسو انت وشريف؟ طبعا يا جماعة انتوا عارفين ان ماما كانت عندي يوم الخميس، كانت جايبه لي موسم الإسراء والمعراج. طبعا جالي تعليقات كتير جدا على الفيديو ده. على الفيديو بيقولوا لي هو ده موسم ايه؟ هو ده مش موسم المفروض الموسم اللي جاي ده؟ مش عارفة، في ناس تقول عندنا موسم بيبقى فيه فراخ ولحمة، وناس تقول لا ده بيبقى عندنا خضار وفواكه وحاجات من دي. هو موسم ايه الموسم يا اسماء اللي جاي لك فيه حلويات ده؟ هو مش المفروض موسم المولد النبوي ده المولد هو النبوي اللي حاجة بيبقى فيه والإسراء حلويات؟ والمعراج حاجة. مش المفروض الموسم اللي هو المولد النبوي هو اللي بيبقى فيه حلويات بس؟ لا يا جماعة، عندنا احنا بقى موسم المولد النبوي وموسم الإسراء والمعراج زي بعض. الاتنين زي بعض، موسم حلويات. بيبقى الحلويات بتاع الموسم بتاع المولد النبوي. فانا يعني لفت نظري تعليقات كتير، يعني بيقولي هو دي موسم ايه؟ هو في موسم ايه دلوقتي؟ وفي ناس تقول اتفضلوا معنا طيب، الشاي بقى. في ناس تقول طيب احنا في القاهرة وما عندناش موسم، هو اشمعنى عندكم انتوا؟ جايبين كوبايتك يا اسماء العجبة. طبعا يا جماعه اللي لسه ما حطش لايك للفيديو يحط لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك بسرعه في القناه. واللي لسه مش عارفه والله، انت اللي عامل الشاي. مش عارفه، هو اللي عامل الشاي وبيسالني. شايفانا في الكاميرا كوبايه اسمنت ايه كوبايه نكهه، وانا مفكر دي بتاعت عشان كده ايه يعني جبت عليه. لا انا اجيب لها شويه شاي. هات لها شويه شاي، هو اللي عامل الشاي والله يا جماعه بعد الغدا. تحرمش منك يا شرف. المهم يا جماعه، لسه ما حطش لايك بقى، عايزه لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. عايزه اقول لكم ايه، لما صلى على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعه. الصلاه والسلام. انا عندي برد. مش عارفه البرد ما بيلحقش يروح من عندي. المهم يا جماعه، اصلا مولد الاسراء والمعراج ده في ناس كتير ما بتهتمش بيه اصلا، يعني في ناس ما بتوديش فيه من الاخر، يعني لا حلويات ولا غيره. بقول لك مثلا شهر رمضان بيبقى داخل علينا بعد الاسراء والمعراج على طول، فالناس بتبقى تودي بقى ايه شهر رمضان وما بتوديش شهر رمضان مره واحده. ما بتوديش الاسراء والمعراج. فهي ايه ماما ايه جابت لنا موسم الاسراء والمعراج انا وشيماء اختي. فهو الموسم ده عندنا بيبقى حلويات وفواكه، هو اصلا المفروض حلويات بس يعني من غير فواكه ولا حاجه. المهم كنت عايزه اقول لكم ايه تاني. اتفضل اشرب الشاي معانا. اشرب الشاي معانا. اتفضلوا يا جماعه الشاي معانا. طبعا ماما كانت عندي يوم الخميس طبعا ايه المفاجاه اللي احنا قلنا لكم؟ وزي ما نزلت لكم، ثواني بس يا شريف، زي ما نزلت لكم انا ماما كانت عندي يوم الخميس هي والجماعه، فانا خليتهم مشوا ومسكت فيها بقى اللي هي تبات معايا. وتاني يوم الصبح رحت معاها اللي هو كان يوم الجمعه، رحت انا معاها بقى، كنت رايحه عندهم يعني، كان جاي لنا ضيوف بقى. الفيديوهات نزلت لكم اكيد يعني. فانا مش عارفه الفيديو ده ينزل لكم امتى، لان معايا كام فيديو كده، هنزلهم الاول وبعدين الفيديو ده. واحنا ايه دلوقتي يوم السبت، يبقى عدى يوم ولا يومين ولا حاجه زي كده يعني. عدى يوم كده، ما هو الخميس والجمعه والسبت. فطبعا يا جماعه بعد ما اتغدينا قلت لشريف ايه تعالى ما نروح احنا متغدين مش الظهر ولا العصر، احنا دلوقتي الساعه 7. الساعه 8 بجد الساعه 8. 8 وتلت كمان. المهم يا جماعه قلت له تعالى نروح نسهر مع ماما شويه، وناخد لها ايه حاجه من الموسم برضو اللي ماما جايبها لي. فهنروح بقى اشكل لها صينيه كده من الفواكه ومن الحلويات اللي ماما جايباها. وطبعا دي حاجه بسيطه قوي قوي والله اللي انا اقدمها لها، لان انا بحبها جدا جدا والله العظيم، وان هي فعلا من الحموات الجميله. وبحبها فعلا والله من قلبي من قلبي مش كلام، لان حماتي فعلا فيها كتير من ماما يعني. حماتي يا تيتا ده
كله عليا. حاجة بسيطة والله كل سنة وانتم العظيم. طيبين، ويجعلوا رمضان الخير والسعادة عليكم يا رب كده يا رب. واكبر بخاطركم. طبعا احنا بنحبكم جدا جدا، انا واسماء والجماعة والعيلة كلها، لان انتم جيشنا وجمهورنا طبعا. وحياتنا كلها. المهم بقى يا جماعة نشرب الشاي وايه، واقوم احضر معاكم الصينية اللي انا هاخدها لماما. طبعا انتوا عارفين بقى ان انا بحب ايه، اروح بالصينية كده. هي معانا، والحمد لله ان احنا بالليل، يعني بالليل عادي يعني. إيه نشرب الشاي ونرجع لكم تاني. فاصل وانا هقول. فاصل ونواصل. نشرب الشاي. معرفش بشرب الشاي واحدة واحدة انا كده. هو اصلا الجو برد. معرفش انا حتى لو الشاي تلج. لا الجو برد، عايز الشرب. لا ما اعرفش. سخن علشان يدفي. حتى لو الشاي بقى ميه ساقعه كده ما اعرفش اشربه كده مره واحده. لا انا ما بحب اعرفش اعمل كده على طول. احنا على فكرة لسه ما قفلناش الكاميرا. هنتخانق ولا ايه؟ طبعا يا جماعة قلت بدل هودي صينية لحماتي يبقى ايه، يبقى لازم اطلع الطقم الصيني بتاع النيش. يا سلام. يا سلام. انا عندي طقم صيني بس حاطاه في المطبخ، لكن طقم النيش حاجة تانية ما يغلاش عليها طبعا، لو عايزاه كله تاخده. يعني حبيبة قلبي على مهلك يا قلبي. بسم الله بسم الله. انتوا عارفين انا بشيل هم الرص، بس ان انا اشيل حاجه من النيش وارصها. بسم الله ما شاء الله. شايفين الطقم الصيني بتاعي تحفه، حلو قوي قوي ورايق قوي. انا بص الطقم ده عندي بعتز بيه جدا. احط لها فيه الحاجه. انا هاخد طبقين من الكبار، و في اطباق تانية حطها انا اهو اطلعها. بسم الله. اصل الطعم يا جماعه عشان النيش زي ما انتم شايفين كده، مش محطوط في رف واحد، محطوط في رفين كده يعني. شعورك يا اسماء لو قمت جاي ماسكهم الاثنين، مسك الجزء الاطباق ده. ايوه. قمت جاي تقشرهم فوق بعض. لا بالراحه عشان خاطر. شعورك ايه؟ انت عارف لا بس ولا صنع السنة. لا استنى. ده صنع يا بلدنا. هو عايز يكسر عايز يكسر لي. شو بعمل فيه ازاي؟ شريني في الطعم الغالي. يا اخوي. لا وعايزه اقول لك ان الوقت الاسعار بقى يعني انت خدت الاثنين الطعم اللي كان ب 16,000 الوقت ب 25,000. هتكسره يا شريف، مش مكتوب في القايمه انت حر هتجيبهولي. شعورك ايه؟ عشان خاطر اوبا هيتكسر منك انت. يا لهوي. لا ما تعملش كده بالله عليك، وحياة ربنا يا اخي ما انت عامل، انا حلفتك بالله. ما توترنيش. ماشي يا شريف. بس بقى خلينا نصور. بصوا يا جماعه، انا جبت الاطباق اللي انا هحط فيها ماشي، وجبت البوله دي. هتحط في البوله دي ايه يا اسماء؟ ماشي. عايز تكسر لي الاطباق يا شريف؟ ولا صنع الصين ولا صنع اليابان، ده صنع بلدنا. بصوا بسم الله. هات كده البرتقال الاول. البرتقال ولا عنب بقى ولا رمان. البرتقال ولا عنب ولا رمان. فيش في بالك. ايه يا حبيبي جرى ايه؟ لا برتقال بسرعة والله العظيم. بسرعة. انا حاسه ان في حاجه في الفيديو ده، في حاجه مش طبيعيه. الفيديو ده عشان رايح لأم ست الحباب يا حبيبي. بس انت شربت الشاي يا حبيبي صح؟ اه امال فين انا مش عارفه ليه. حط البرتقال يا حبيبي كده، حط. طبعا البرتقال ده يا جماعه شريف اللي جايبه ماشي بورده. بص البرتقال ده شريف اللي جايبه، فانا هحط برضو لماما منه ماشي. استنى بص ملخبطني والله العظيم، انا حاسه ان انا متلخبطه. خلينا في الحلاوه الاول. بصوا ورينا الحلاوه كده. انت كده سدد الكاميرا. ايه ده؟ ايه اللي من الحلاوه كده؟ استنى استنى. بص الحلاوه دي بصوا على
علشان بتقرمي يعني، بتعمل اللي هي بتقرمش في البق. بتعمل كسرت اللي هي، انا اتخضيت وحياة ربنا. بصوا انا هحاول ان انا انقي ايه اللي مش مكسور. دي يا جماعه حلاوه من اللي هي بالحمص. اسمها حلاوه ومع اقراص، حلاوه اقراص. اقراص. ماشي. والله العظيم الحلاوه انا اتفاجئت ان هي اتكسرت. يا لهوي. حد عنده فراوله؟ شايفين الفراولايه زي اسماء فراولايه. خدي يا قلبي كده الفراولايه دي. مش عايزه والله، انا لسه شاربه شاي حبيبي. طب انا بديها لك من ايدي تكسفي استنى ايدي. انا مزاجي بقى وحش عشان انت الحلاوه تكسفي ايدي. اتكسرت. فراشي. بقى انت تكسفي ايدي ما تكسفيش ايدها. يلا بقى مش مشكله. انا هنقلها السنه. طب والله واكله حته كده من الفراولايه دي عسل نحل. فراوله مسكره قوي. ده انا حطاها في جنبي كده وحتى ما كلناش منها زي التانية يعني. يلا بقى ما يجربش. شايفين يا جماعه الحلاوه اتكسرت ازاي حتت. مش مشكله بقى، هعمل ايه؟ دي حلاوه بقى سمسميه طبعا، انا موريها لكم في الفيديو اللي ماما جايبه لي في الحاجه. بس الحلاوه دي طعمها حلوه قوي جدا. ودي فوليه دي اسمها حمصيه. طعمها حلو قوي قوي بصراحه. كل الحلاوه دي ما شاء الله بصراحه حلوه قوي. يسلم ايد اللي صنعها. ممكن يا سمسم لو سمحت نعم. حته فوليه؟ حاضر يا قلبي بس كده. بس الفوليه دي طعمها جميل قوي. شوف الحاجه بتتكسر بسرعه قوي، دي دليل ان هي حلوه يعني. بصوا الله. بتعمل كده يا جماعه، اللي هي ما بتمضغش في السنان. في حلويات بتبقى تمضغ في السنان كده واصلا طعمها مبقاش حلو. المره دي جميله كده. يبقى حطينا سمسميه وفوليه. ناخد كمان حته حمصيه. ناخد كمان حته حمصيه. يبقى كده ايه، عملنا طبق حلويات مشكل اهو. يا جماعه ايه ده؟ طبق حلويات اهو مشكل. سمسميه وفوليه وحمصيه واللي هي الحلاوه الاقراص. ماشي. واخد حلاوه من دي. انت مالكش تقل عليها اصلا. الكفته بسرعه ازاي وقعت مني على الارض بتتهرى. يبقى كده ايه، عملنا طبق الحلويات. نعمل طبق على فكرة الفراولة انا كنت خدت منها عشان كان كتير، خدت منها وحطيت منها في الفريزر عشان بتبوظ ملهاش روح. فانا هحط ايه الفراولة دي لماما. ماشي. حلو قوي كده. اسيب لك كام حبايه ده احسن مسكره قوي اكلهم لان التانيين انا حطيتهم في الفريزر. ماشي. الله. شايفين الفراوله وجمالها. الطبق ده بقى معلش يا حبيبي هات لي السفند منه. انا حطيته في التلاجة لانه بيبوظ بسرعه. ولا اقول لك خليكوا هناك. بيبوظ بسرعه يا جماعه انتوا عارفين. مش يعني لو ما حطيتش السفند في التلاجة ما بقعدش عندي حاجه، بيبوظ على طول. بيبوظ. انا والله راميه من السفند ده اهو يجي 5 6 سفنديه. هات لي البتاعه بحالها اللي هي اللي انا حاطه فيها الموز. السفند ده انا راميه منه والله كام واحده علشان ما حطيتوش في التلاجة على طول. ببص لقيتهم باظوا. خد البتاعه اتقل من الموز. هاتي يا حبيبي. ماشي. شايفين اهو انا حطيتها في التلاجة برضو وبايظ ازاي. ادي دي كمان اترمت. بنجيب الفاكهه والله
والله انا مش عارفه. انا بقول لشريف الحاجه اللي بتبوظ بسرعه دي اكيد متهرمنه مرشوشه فيها حاجه، لان انا ما بلحقش اكل استفندي والله بيترمى كل اسبوع، حتى لما نجيبه من السوق برضو نفس الحكايه يترمى. شايف كل ده كم واحده برضو هيترمى نص رغم ان انا حطيته في الثلاجه. شوف بقى لو فيهم حاجه عايزه تترمى شيلها بصوا انا ده كده طبق السفندي اهو. ماشي. ايه تاني الموز. كده حلو ولا ايه؟ اشيل دي واحط دي. شيل الكبير، شيل الحته دي كمان. دي ها حط دي كلها بحاجة. احط دي. ماشي حلو برضه. ماشي كده لسه ايه؟ البرتقال. البرتقال. انا جايبه دي بقى للبرتقال. ده هتحط فين بقى ان شاء الله؟ اهي. لا ده عايز هتحط في النص. ما هو الاطباق مش هتنفع يا حبيبي. مش لازم في النص اهي، في النص بس، في النص مش لازم يا والله في النص حلو. بص عشان الاطباق ما تتطرفش كده اهي كده. هي مرتاحه نتعبها ليه؟ هي كده مرتاحه نتعبها ليه؟ بعد اذنك بقى حط لي مكانه. غالي عليا وحياة عينيا. البرتقال انا شريف لسه جايبه على فكره حلو لسه طازه يعني. حط لماما منه برضو. البرتقال ده جاي من الارض عليك يا قلبي، جاي طازه. ماشي خلاص. لسه في حاجه انا ناسيها؟ لسه حاجه انا ناسيها؟ لا ما عادش يعني. يلا كده كده اصلا انا ماليش تقول عليه. الفاكهه ما بتيجي عندي وتبوظ. مفيش حاجه انا ناسيها بجد. لا ما تنسى. كده السفندي والبرتقال والفراوله والموز والحلاوه. ايه رايكم بقى يا جماعه في الصينيه دي؟ تسلم ايدك يا قلبي. ايه رايكم بقى؟ يا خراشي انا هقدر اشتغل دي؟ ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. حلوه صح؟ يلا حطها بس كده بقى دي. طبعا عايزين حاجه عشان تتغطى يعني، مش هاخدها مكشوفه كده في الشارع. بصوا يا جماعه انا حابه ان انا احط كمان حلويات بصراحه، يعني حاسه ان هي ممكن تكون ايه قليله شويه، فهزود حته سمسميه. ماشي. وهزود حته من الفوليه برضو. كده حلو يا حبيبي. ايوه نحط لهم كمان حته حمصيه. حط كمان حمصيه. يلا هات لنا حاجه بقى نغطيها. اهو كده حلو ولا ايه؟ ايوه كده حلو يا قلبي. انا كنت عايزه اكتر حلاوه من ده بس انا لقيتها مهروده. مش عارفه بقى ان انا نقيت السليم اللي فيها. يلا اما اجيب فوطه ولا حاجه. يلا يا جماعه. شريف يا شريف هات الفوطه يلا. ندخل بقى على حماتي بالصينيه. هتقول لي انت عامله ايه يا اسماء؟ شريف انا شايله والله العظيم، وبص الحاجه تقيله على راسي يعني. مش اشكال يا قلبي، انت هتشتري قمش واحد وايه؟ ايوه حط بالراحه. استنى بالراحه بس عشان بص انت كده هتوقعني. انت لا الحلاوه باينه كده. ما انا هعمل ده ما هي. ايوه واعمل لي دي، اتني لي دي برضه. هي الحلاوه بيضه. بص اتني لي دي من هنا. ايه رايكم يا جماعه؟ يلا بينا بقى. يلا بينا يا الله. يلا.
وهلبس الكعب العالي كمان. مفتاح فين يا سمس؟ اي مفتاح بقى، مفتاح انا وخلاص. ايوه. والله يا جماعه انا مكسوفه وانا ماشيه كده، بس الحمد لله ان احنا يعني ايه، يلا بينا يلا. احنا بالليل يعني اهم حاجه ربنا يسترها عليا. أهم حاجة؟ على السلم. أهم حاجة أنا استنى بس. يا شيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لابسه كعب عالي على فكره، ماشي، لابسه كعب عالي. قول لها. استنى يا شيرين. بسم الله. المفروض على مهلك على مهلك ربنا يسترها عليا. على مهلك. هوصل ان شاء الله بالسلامه. هوصل بالسلامه ان شاء الله. يلا. بسم الله. شايفين وهي جايه ماشيه عامله ازاي؟ بتعذب. بتعذب على ما اوصل لحياتي. حد قال لك تلبسي كعب عالي؟ على مهل. لسه خطوه لسه في سلم؟ واحد، لسه في واحد. ماشي، افتح بابا بقى. شايفين الحمد لله نزلت من على السلم بخير. ماشيين في الشارع. على فكرة أنا مش رايحة من الشارع مش رايحين أنا من رايحة الشارع لا اللي ماما. ورا. الشارع ده ما بيبقاش فيه حد يا جماعة، لكن الشارع بتاعنا بيبقى فيه ناس. الشارع ده الحمد لله يعني إيه، مش في حد خالص الا حد. عشان كده بمشي منه. لما يكون مثلا شايلة حاجة ولا كده بمشي من هنا. شايفين حسبي الحمد لله مش هقع، لا ما تقلقش، واخدة بالي. حسبي يا لسه سمسم. ما حطش لايك يا جماعة للفيديو، يحط لايك. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك، القناة. واللي لسه ما فعلش الجرس بسرعة يشن الجرس. على فكرة أنا أصلا من النوع اللي أقسم بالله ما بحبش الحاجة حتى في إيدي، مش على راسي. اه والله. بتكسف إن أنا أشيل حاجة وأنا ماشية في الشارع. اي والله.